تفاصيل أجمل بكتير. يوميات الواد بتاع المانيا ابيزود نمرة 90، ولسه بحكي لكم عن اجازتي في مصر. والنهارده عاوز احكي لكم عن 3 ايام مهمين جدا قضيناهم في القاهره. وطبعا مش محتاج اقول لكم طلعه زي دي كان لازم اخد اهلي معايا، مش بس علشان الاجازه الصغيره وعاوز اقضي اكتر وقت وهم جنبي، لكن كمان علشان افضل حاسس اني في اجازه ومش كل يومي ضايع في الشغل. ده غير كمان ان امي عندها سوبر باور، قادره ان هي تحول اي مكان للبيت. تشرب ايه غالي؟ تعملوا ايه؟ لانش تايم. لانش طيب. يعني زي ما انتم شايفين احنا في بريك في بنزين على الصحراوي، وباكل رز بالفراخ والبطاطس عادي. طب ده كلام يا شباب، ده كلام. رحت عند الناس اللي بتغسل عربيه، قلت له عايز اغسل عربيه، قال لي الجو برد. قلت له انت مش عايز تشتغل؟ قال لي لا هرشها لك ميه. بجد والله؟ قلت له اقول لك حاجه، رشها ميه، الجو برد والله فعلا. لما تبقي كمان مبلوله الموضوع بيبقى صعب. اما لقاني ذوق معاك كده عادي يقول لي صبنها لي. قلت له يا عم ما تصبنهاش خلاص، حط عليها شويه ميه خلاص. والله صبنها لي. ده كانك هتحميهم. ايوه. حلوتك جاية عليا سقاوي، قلبي أنشف من الأسرار. الطريق من اسكندرية للفندق في القاهرة أخد حوالي 3 ساعات. وأول لما وصلت الفندق، وكالعادة من شركة فنتيبا بتحجز لي أحسن فنادق. لو فاكرين الفندق كمان اللي كانوا حاجزينهولي في فرانكفورت لما رحت أزورهم في مقر الشركة هناك، كان برضه حاجة تحفة. السويت ده برضه كانت شركة فنتيبا هي اللي حجزاه طول فترة المعرض. ايه يا عم؟ فلوس. لا بنلعب بالفلوس ليه؟ ايه ده حبيبه؟ حبيبه اتحشرتي جوه ولا ايه؟ بتعرفي تقري؟ حبيبه انت ما تعرفيش معناها. لا يعني تعالي روقي الاوضه بالليل. اروق؟ طب احنا ماشيين يا حبيبه. يلا سلام. والله انا مش عارف اشكر الناس دي ازاي. جوه وبره المانيا مدلعيني. وده العشاء الحلوف اللي فضل كابس على نفسي طول الليل وخلاني اصحى تاني يوم وانا مش شايف قدامي. تعالوا بقى احكي لكم عن احساسي في معرض ايديو جيت مع شركه فنتيبا، واللي كنت سعيد جدا وفخور بنفسي اني جزء منه. اكتر حاجه حبيتها اني قابلت طلاب كتير من كل حته في مصر، واللي شاركوني احلامهم وخططهم، وكنت في قمه سعادتي وانا بشوف في عينيهم مشاعر كتير بين التوهان والتشتت والخوف والقلق على مستقبلهم. وقتها افتكرت نفسي وانا في سنهم، وانا لسه بكتشف انا عاوز اعمل ايه في حياتي، عاوز ادرس ايه، وايه هو شغفي الحقيقي. وحاولت بكل طاقتي ان اساعدهم يختاروا احسن مسار ليهم. وبعد ما خلص نص اليوم طلعنا علشان ناخد بريك، وانا مش بفكر غير في حاجه واحده بس، واحساس واحد هو اللي كان مسيطر عليا، احساس الخوف ان الشهره ممكن تخليك تاثر في حياه الناس وانت مش واخد بالك. الخوف ان في اجيال صغيره بتشوفك وبتقلدك، واي حاجه بتعملها غلط ممكن تشيل ذنب الاف منهم. الشهره اللي للاسف بتديك اكسس انك تكون معاهم في عقولهم، في بيتهم، في غرف نومهم، وده بيحط عليك لود كبير قوي لانك ما ينفعش تغلط. وكأن الشهرة بتحرمك من أبسط حقوقك، وهي إنك تكون إنسان عادي. أوقات بيعمل حاجات صح وأوقات بيعمل حاجات غلط، بس الحمد لله إن أنا معايا أهلي، واللي دايما بيدوني الدعم اللي محتاجه علشان أقدر أكمل، واللي بيهم بشحن طاقتي تاني علشان أرجع بذهن صافي ونفسية مطمئنة.